سيبكوا بقى من كلام الاعلانات خالص وتعالوا اقول لكم تجربتي الشخصيه مع كل المنتجات دي بتاعه الشعر. دي كلها منتجات في الفئه الاقتصاديه بتنافس منتجات سعرها غالي مستورده، ويمكن الايفكت بتاعها زيها واحلى من اول حاجه عن المجموعه بتاعه بوبانا دي اللي هي بخلاصه الثوم الاسود. عايزه اقول لكم انه الشامبو بتاعها لو سلفيت، يعني في نسبه سلفيت بس مش عاليه، بينضف فروه الراس كويس جدا من غير ما ينشف الشعر. حلو جدا جدا، ما بيوقعش الشعر خالص. ده اللي احنا محتاجينه من الشامبو، مش اكتر من كده يعني، عشان بس محدش يقولك ان هو بيغذي الشعر. مفيش شامبو بيغذي الشعر، فهو كشامبو بيعمل الايفكت بتاعه كويس جدا، حلو قوي، حجمه كبير جدا وسعره كان رخيص قوي. والكونديشنر بتاعه ما فيهوش ولا بارابين ولا سيليكون ولا اي حاجه مضره للشعر خالص، بيرطب الشعر حلو جدا. طبعا احجامهم زي ما انتم شايفين وسعرهم كان تحفه. في كمان الهير ماسك، بس الصراحه العلبه بتاعته مش موجوده عندي، ضاعت مني في الجيم. هو والليف ان تحفه جدا جدا جدا، وانا بعمل تركايه كده بالليف ان هعملها لكم في فيديو لوحدها. ده الترافل سايز منهم، ده الكونديشنر والشامبو والليف ان. الصراحة بتخلص وبرجع اكررها مرة تانية، من احلى الحاجات اللي جربتها. سعرهم افوردبل جدا 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 اكوردنج للحجم والكواليتي اللي بيعملها. استنوا بقى بارت 2 و 3 في باقي الحاجات اللي انا استخدمتها وكانت حلوة جدا، سعرها كويس والكواليتي بتاعتها تحفة.